بطمن حضراتكم ان احنا كدولة مصرية الحمد لله الاقتصاد المصري قادر على الصمود والاستمرار في تلبية احتياجات الدولة في هذا الشأن. اوروبا مش عايزة الغاز القطري، في الغاز المصري اللي هو خلاص هيبقى عندنا، وكل جنوب المتوسط عندك. البنك المركزي بيقول احنا زاد عندنا مستوى الاموال الاجنبيه اللي موجوده في البنك المركزي بنسبه، طبعا هم مش نسبه كبيره يعني، مبلغ صغير كده، بس احنا بالنسبه لرئيس الوزراء ده خبر كافي. ليه؟ هو مش عايز اكتر من كده عشان يطمنكم ويستمر في ارسال رساله التطمينات والطمأنة والطبطبه علشان تحسوا ان الدنيا ايه؟ وردي. بأمارة ايه؟ بأمارة لابس كرافتة وردي. الوطن بينتج عربيات يا جماعه، قول يا أستاذ. ومش اي حاجه كهربائيه زيك زي البي ام زي التسلا. الله. والرئيس الوزراء ده هيروح الشغل بيها، الله، وهيرجع من الشغل بيها، واحتمال يروح وما يعرفش يرجع، فيرجع بعربيه الوزاره العاديه عادي. اولا انا عايز ارحب بعوده سيد رئيس الوزراء من حكومه المصيف، بحكومه المصيف كلها من المصيف، وده يؤكد يا جماعه ان الجو في العلمين الجديده ابتدى يتبرد شويه، والموج ابتدى يعلى، والماء ما بقتش حلوه. او عشان الاضراب اللي معمول بتاع عمال هشام طلعت مصطفى ممكن يكون عمل لهم دوشه ولا حاجه فمشوا وسابوه في حته ثانيه خالص، في حته في الصحراء. ماشي. فرئيس الوزراء الحمد لله على السلامه يا ريس، وفعلا كان صيف شيك جدا، وفعلا المهرجان الدائم والمستمر للحكومه ومهرجان العلمين الجديده فعلا جاب عدد كبير جدا جدا من السياح. ممكن تقولوا لنا عددهم كان قد كام؟ عشان انتوا عملتوا مهرجان تلفزيوني طويل عريض وطبل وزمر وزغاريط، بس انا ما شفتش غير مصريين. استنى انت عمال تتكلم في ايه؟ انا بتكلم برحب برئيس الوزراء لا في عودته مره اخرى. انت مش عاجبك كلام الراجل في اي حاجه قالها؟ ما عندكش اي تعليق على كلامه؟ لسه ما انت وديتني، انت خدتني ركبتني الزحليقه كده ومشينا بعيد. داخله من الزحليقه. ماشي، انا مستني هعمل الالتفاف دلوقتي، عمال اقول للناس لما نسمع وصاحب بيقول نركز ونكتب. ماشي انا قاعد مستني. الالتفاف جاي اهو. يلا يا باشا روح للناس وانا اقعد استنى معاهم. فده رئيس الوزراء يا جماعه جاي من المصيف، جاي من المصيف على ايه؟ على مفيش حاجه، على لحم بطنه. جاي من المصيف لقى البنك المركزي بيقول احنا زاد عندنا مستوى الاموال الاجنبيه اللي موجوده في البنك المركزي بنسبه، طبعا هم مش نسبه كبيره يعني، مبلغ صغير كده، بس احنا بالنسبه لرئيس الوزراء ده خبر كافي. ليه؟ هو مش عايز اكتر من كده عشان يطمنكم ويستمر في ارسال رساله التطمينات والطمأنة والطبطبه علشان تحسوا ان الدنيا ايه؟ وردي. بأمارة ايه؟ بأمارة لابس كرافتة وردي. موف لو سمحت. وردي والله. موف بامبي. موف. لا مش موف. هاتوها يا جماعه القرار. سيب بقى اللي قاله رئيس الحكومه. لا معلش، قال حاجه مهمه يا عم احمد، ما تصلح. ما انا معاك اهو، ما انا هروح للكرافته اهو اهي بامبي اهي يا عم، والله موف اهي. دي موف؟ طب موف لا حول الله يا رب. بعد بصوا بعد جبنا الفار جبنا الفار. الفار اهو اشتغل معانا، الكرافته طلعت مش بامبي، طلعت موف. ماشي. 1-0 لاحمد العربي في اختبار الالوان. اللون ده على فكره بيلبسوه لما بيكونوا يعني في ميوعه شويه دبلوماسيه في حاجه في قرارات. بالراحه. رايق بقى. ايوه رايق. وانت راجع من المصرف والدنيا حلوه. والدنيا حلوه، والراجل ابتدى بقى يقول بقى وقاعد، ومعاه مجموعه من الصحفيين. لم ارى واحد من الصحفيين المراسلين لمجلس الوزراء بيسال سؤال على بعض. يعني بنشوفهم بيسالوا اسئله مكتوبه مسبقه، وهو عارف اجابتها مسبقا وحافظها. الحمد لله على السلامه يا رئيس الوزراء، نورتنا، اهلا بيك في الواقعيه الجديده من العاصمه الاداريه الجديده. هل هنشوف اي تغيرات حقيقيه في الاسعار اللي انت وعدت من 3 اشهر مش اكتر من كده، من ان احنا الاسعار مش هتزيد، بينما كرتونه البيض هتقل 40 جنيه بعد 40 يوم، بعد 40 يوم، والفراخ البياضي يمين ومصفرين ومصفر واحد شمال. مهم. وربنا يستر بقى على الديوك، لان الديوك هيبذلوا مجهود كبير جدا. بتبيض برضه. لا هيكون ليها برضه دور في الموضوع. الديك بيبيض مره واحده في السنه، انت عارف. ايه ده بجد؟ بيضه صغيره. بتكلم جد والله. لا يعني دي معلومه جديده ما اعرفهاش. فعلا؟ والله ما اعرفها. لا ما هو مش فلاحين قوي بقى. في كل الاحوال يا جماعه، رئيس الوزراء خلال هذا الاسبوع يعني بادئ اعماله ومشهيص والدنيا كويسه، وان شاء الله بيقول انه هذا الاسبوع يظهر مصر
ومكانتها كدولة ذات ثقل وريادة على مستوى العالم. ليه بيقول كده؟ قال لك احنا وقعنا مع تركيا 17 اتفاق ومذكرة تفاهم، وده معناه ان احنا العالم كله بيبص علينا. طيب احنا ما نزعلش من حاجة زي دي حاجة تسعدنا والله وتبسطنا. ما دام انت شايف كده احنا كمان هنشوف كده. انت عارف ايام الخطوبة بتبقى حلوة يا احمد. ايام الخطوبة لا ايام السياسة يا عم. لا ايام الخطوبة بتبقى جميلة يا عم. انا بتكلم في الخطوبة. انت ما خطبتش؟ خطبت كتير. طيب يعني انت عشت ايام حلوة كتير. الحمد لله. طيب الكلام بيبقى حلو والوعود بتبقى جميلة. رئيس الوزراء اخبار جيدة جدا بملف الطاقة الاسبوع القادم، واحمد العربي قاعد يلعب العاب يعني والله ما انا قد يكون لها حساب. والله ما انا الدكتور مصطفى. والله ما رئيس الوزراء بيقول يا جماعه انه عقد لقاءات مع وزراء البترول والملاحه والكهرباء علشان يعمل ايه؟ علشان الحكومه تحقق وعودها بوقف قطع الكهرباء خلال الصيف. احمد موسى يا جماعه سنه 2018 وعدنا وعدا كبيرا، واحنا يا استاذ احمد جايبين لك الفيديو عشان يعني نفكر حضرتك. تعالوا يا جماعه نتذكر معا ذلك الوعد الكبير الذي وعد به احمد موسى في سنه 2018 فيما يخص ملف الغاز. النهارده العالم بيبص من ساعه حقل ظهر وحصل انقلاب في الدنيا كلها، ان انت بدات هتنتج بعد بتكفي نفسك ثم تبدا تصدر. قبرص الغاز بتاعها نعمل تسييل الغاز ثم نصدر. قبرص تستفيد، احنا نستفيد، نروح لاوروبا بدل ما الخط اللي كان هيجي من قطر راح تركيا راح اوروبا. خلاص اوروبا مش عايزه الغاز القطري، في الغاز المصري اللي هو خلاص هيبقى عندنا، وكل جنوب المتوسط عندك النهارده. عندك كل جنوب المتوسط، شمال المتوسط، في نص المتوسط عندك الغاز. جبنا جون والغاز بص هتفتح الحنفيه تنزل لك غاز من كتره بقى. هيبقى في حنفيه ميه وحنفيه غاز. حنفيه ميه اتقفلت بسبب ايه؟ سد النهضه في 2015 بالاتفاقيه. حنفيه الغاز المفروض كانت تتفتح بقى 2019. النهارده الغاز مش عارفين نبيعه وطلباتنا الشرائيه اعلى. ورئيس الوزراء اول ما رجع من المصيف اتجمع مع الوزراء المسؤولين عن الملف بتاع الكهرباء وتاكد ان احنا معانا فلوس نجيب غاز نشغل الكهرباء. ده الموقف ودي الحكايه. ده انا عايز ابشر المواطنين المصريين العربيه نصر E170 هي العربيه اللي هتنافس كل العربيات الكهربائيه الاخرى. BM بنظر عربيات كهربائيه ولا تسوى اي حاجه. تسلا ولا هتتضاءل امام الاي توك كمان اللي هي التركيه. كل ده هيتضاءل. احنا منزلين والهايبرد بتاع التويوتا. احنا الهايبرد دي بتشتغل ما بتشتغلش كهرباء بس، بتشتغل كهرباء بتنقل بعد ال 80. ماشي. احنا عاملين لكم شويه حاجات في العربيه دي يا جماعه. النصر استغربت. انا فكرتك بتهزر والله العظيم. ما انا مش بهزر. والله فكرتك بتهزر. انا اخر حاجه شفتها من النصر دي 128 وكانت بتتجمع بس هناك. ده احنا النهارده عاملين عربيه النصر E70 يا احمد بقى. انت قول يا باشا قول بوظ المشروع. قول يا استاذ احمد قول يا برج الفن العالي المنور. الوطن بينتج عربيات يا جماعه. قول يا استاذ. ومش اي حاجه كهربائيه زيك زي الBM زي التسلا. الله. والرئيس الوزراء ده هيروح الشغل بيها. الله. وهيرجع من الشغل بيها. واحتمال يروح وما يعرفش يرجع فيرجع بعربيه الوزاره العاديه عادي. العربيه دي يا جماعه بشحنه واحده هتمشي 400 كيلو. اللهم صل على النبي. فيها فتحه في السقف. يا ما شاء الله. فيها شاشه تاتش. اديني يا استاذ. فيها لخفيه. فيها لخفيه يا استاذ. العربيه فيها انظمه امان متطوره. احنا منزلين على العربيه دي نظام الABS، يعني الفرامل بتقفش قفش مفيش هزار. ده حاجه جديده دي صح؟ لما الحكومه نفسها مش عارفه تقفش قفش، الحكومه متزحلقه في اخطائها بقالها 10 سنين. هتعملوا العربيه بتقفش ماشي، فيها نظام ABS، فيها نظام دركسيون،
طبعا الحمد لله. بس لو مش عايز دركسيون ممكن نركب لك الدراعات بتاعت الاتاري دي او البلاي ستيشن كمان يطلع كده دي اوبشن بقى سبيشال اوردر ده. مركب البلاي ستيشن بتاعك وبتاع. ده سبيشال اوردر. هي كلفني العربيه كتير على فكره السبيشال اوردر للهاي كلاس والناس الجامده. ايوه بالشحنه الواحده تمشي 500. فاكر الشركه السعوديه؟ انا حاسس ان انا محمد وخميس الشركه السعوديه ونجيب العربيه نوقفها هنا اهو. احنا مش هنوقفها اصلا، مفيش عربيه، احنا هنجيب الماكيت صغير كده نحطه هنا وخلاص. وبعدين فيها حاجه مهمه جدا، دي بتديك كاميرا 360 درجه. ايوه وبتعمل حاجه مش موجوده الا في عربيات قليله بصراحه بقى. احمد انت بتهجس ولا بتتكلم؟ والله العظيم كل انت بتجيب الكلام انا عمال ادور مش لاقي الحاجات اللي انت بتقولها. مش معقول يا عم احمد، يعني مذاكر انا يا عم احمد، جاي مذاكر العربيه نصر اي 70 قلت لازم اذاكر الحاجات. مش قادر اصدق انا. لا والله العظيم كلام بجد والله. ماشي. فيها كنت اهم حاجه بقى يا عم احمد انه العربيه فيها النظام يا جماعه بتاع قياس ضغط الهواء جوه العجلات جوه الكاوتش. اللهم صل على النبي. يعني دي ما شفتهاش قبل كده. لا دي موجوده في عربيات يا عم انا عارف انت جيت على ديت يعني. موجوده في عربيات كتير. القياس ده بيعمل لك انذار مبكر عشان ما يبقاش في عجل اقل من عجل فالعربيه يحصل لها مشاكل على الطرق ممكن تتقلب. لا وخلي بالك الفرد النايمه دي بتاكل كتير. والله ممكن تاكل بيض بتاع ابو عصام ابو صدام. كده هتطلع حاجات مش شكمان من ورا. فانت انا مقدم لك 9 خدمات اهو، وبقول لك العربيه النصر اي 70 ورئيس الوزراء يروح بيها الشغل. معرفش رئيس الجمهوريه يروح ولا لا، بس هو اي حد هيروح بيها الشغل هيتصور وهو رايح، ما نعرفش بقى يرجع في ايه، لان هي هتودي واحتمال ما تعرفش ترجعها. لكن البطاريات في فرصه بطاريات. احنا مش لازم نقف طول الوقت. أيوة. امام تقدم الوطن. تمام الوطن بيتقدم وبينجح ومنزل اعلان. لا وانا اول ما شفت شركه النصر اتفائلت، لان النصر من زمان كفايه اللوجو. طبعا اللوجو عباره عن درع اهو درع ايوه حربي زي الدروع بتاعت زمان بتاعت الامن المركزي، هو نفس الدرع بتاع الامن المركزي بالزبط. بس واخد ال3 الوان بتاعت العلم، احمر ابيض اسود، وفي النص كاتبين النصر علشان تتاكد. انا ما اعرفش ازاي وقفوا على النصر، كان المفروض يغيروا الاسم ده عشان يعني النصر ده من ايام عبد الناصر. ما انا بقول لك لازم يتغير بقى دلوقتي عشان يواكب العلمين الجديده. والهزيمه لا سموها ايه؟ العلاقات الاستراتيجيه مع اسرائيل. مش عارف اقول هيسموها ايه يعني؟ مش هقدر اقول. لا مش هقدر اقول. هي نصر حلو. المنصوره النصر منصوره. فانت بقى تكلم صحابك بقى في امريكا في اوروبا والناس اللي عايشه بقى الحياه اللي هم بقى عايشين علينا وبتاع، كلموا العربيه النصر تسلا والحاجات دي، اقول لهم حط في جنب يا معلم اي 70 واصور نفسي واعمل وانت قاعد جوه في البتاع وتقول له بص يا اسطى بص يا معلم ادي اهو ادي وريله الطاره بقى والفورمايكا بلاي ستيشن قدامك والحياه شغاله فورمايكا. طيب هوب كلوب بقينا داخلين في العالميه، بس في مشكله صغنطوطه. ايوه خش بقى عليها، مستنيك تقول مشكله قد كده صغنطوطه مش هتغير كتير، مفيش حاجه كامله. هو احنا اصلا مبيعاتنا في السيارات في مصر نظرا لان الناس افتقرت وما بقاش معاها فلوس في العربيات العاديه، في العربيات الممكنه قلت. وكنا جايبين لكم اول امبارح يعني واحد من الغرفه التجاريه في قطاع السيارات بيقول لك الظروف صعبه والناس ما بتشتريش، واشتري النهارده لانك ممكن ما تلاقيش بكره. لكن احنا امام هذا المشروع القومي الكبير، والعربيات الصيني المتجمعه في مصر واخده اسم نصر، لازم لو معناش فلوس نستلف. احنا مش هنقف قدام مصر ولا قدام تقدمها، لان احنا العربيه دي ممكن على فكره نقدر نصدرها. جزر القمر ممكن يحتاجوها. ايوه الكونغو بيحبوا الحاجات دي. الصومال نيجيريا في اتفاقيات يعني دلوقتي. يعني انت فنودي بقى تنتج عربيات وتبعت بقى تبعت. والناس هناك برضو الكهرباء وفلوس بقى دولارات وبتاع. ايوه هم ما عندهمش كهرباء يشحنوا. طيب هي البلد اللي بتعمل العربيه ديت يا احمد مش طبيعي خالص ان التضخم في مصر يعود للارتفاع تاني بعد 5 شهور من ما اطلقوا عليه هم. انت فشل المشروع طبعا والله ما انا يا عم فشل المشروع. يا عم كل ما اجيب لك مشروع يا عم انزل له بالخبر الراجل بيتكلم كل ما اجيب لك مشروع ناجح والبلد بتتقدم خطوتين قدام. يا بيه اقرا يا بيه بقى الحاجات السيئه. اقرا يا بيه التضخم في مصر يعود للانخفاض. لا يا حبيبي للارتفاع. طيب اذا تحديات كبيره جدا بيقولوها الخبراء الاقتصاديين المستقلين اللي ما عندهمش مصلحه غير الاقتصاد يبقى كويس. والتحديات دي كلها يعني
تحدث برضو عنها في 3 حوارات مختلفة الدكتور محمود محي الدين بوضوح شديد. الراجل بيشير من بعيد يعني بدون ما حد يزعل منه ان احنا ادمنا السلف يا جماعة، وان الموضوع مش هيتحل، وان احنا داخلين في مراحل مش ايجابية. لكن رئيس الوزراء راجع من المصيف لابس البدلة الجميلة والكرافتة الأجمل وبيقول لك إيه؟ بيقول لك الوضع الاقتصادي متميز والبلد زي الفل وهنبقى جمال وحلوين. أنت تتمنى إيه؟ نبقى حلوين؟